ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهارده بنوعيه فيديو مختلفه ما عملتهاش تقريبا قبل كده. قررت ان انا اجاوب على اسئلتكم اللي انتوا بتبعتوها لي في الكومنتات. طب ايه الاسئله دي وايه الاجابات بتاعتها؟ يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده. وما تنساش انك تعمل لايك واشتراك وتسيب لي في الكومنت اسئله من اللي انت بتبقى محتاج انك تسالها لي، او ترشيحات لكتب مستنيين ان انا اعمل لكم مراجعه عنها. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. أسئلة كتير بحس ان انتوا محتاجين تعرفوها عني، خصوصا ان انا بغيب كتير وبرجع فجأة، بغيب كتير وبرجع فجأة. في البداية احب اعرفكم بنفسي كأننا لسه بنتعرف من جديد. انا مين؟ فانا مريم احمد دسوقي، كاتبة روائية وليا روايتين في السوق، رواية تركتني ورواية الصندوق الاسود. الروايتين نزلوا في نفس السنة تقريبا مع بعض، والاتنين الحمد لله حققوا نجاح انا كنت راضية عنه. طيب يا مريم، ما كتبتيش عمل تالت ليه؟ ما كتبتش عمل تالت نظرا لان انشغلت في الحياة. وقتها كنت بدرس، فكان الموضوع صعب عليا ودخلت في فترة بلوك كده، كنتش حرفيا قادرة اكتب، لان انا كنت مسؤولة عن كتابة اي حاجة في الكلية، سواء كانت سكريبتات، اعداد حلقات للفيديوهات اللي احنا بنعملها، او للبرامج التلفزيونية او الاذاعية. كل ما يخص الكتابة انا كنت مسؤولة عنه، فده كان ضغطني جدا، فعمل لي فترة بلوك خلتني ان انا مش قادرة ان انا انزل برواية تالتة. بس نسأل الله التسهيل ونبدأ بعمل تالت قريب جدا. نيجي لأول سؤال اتسأل لي. ايه السؤال بقى؟ جالي سؤال بيقول لي انت في كلية ايه وايه احلامك؟ خلينا في نص السؤال الاول. انا في كلية ايه؟ فانا اتخرجت في 2022 من كلية الاعلام قسم اذاعة وتلفزيون. اتخرجتي؟ ايوه اتخرجت، ولسه تم من كام يوم 24 سنة. بالمناسبة انا برج الجوزاء، وطبعا سمعته سابقاه. تاني حاجة، ايه احلامك؟ ايه احلامك دي بحس ان هو سؤال صعب يتجاوب عليه، خصوصا مع شخصية متعددة الشغف، او في العموم فكرة ايه احلامك. كلنا بنحلم احلام كتير، كلنا لينا حاجات كتير عايزين نعملها. فكرة ان انا احصر الاحلام بتاعتي في خطوة او اتنين او تلاتة او في 10 موضوع صعب. نيجي بقى لتاني سؤال، ازاي بدأتي تحبي القراية؟ بدأت احب القراية تقريبا، او بدأت اقرأ فعليا كان ممكن يكون من تالتة اعدادي. تالتة اعدادي انا مسكت كتاب فعليا في ايديا كده وبدأت فيه من اوله لاخره. قبل كده كان كل اهتماماتي بقراءة الجرايد، الكتب المعلومات او الثقافة العامة وهكذا. وده بدأ ازاي؟ بدأ بان جدي كان دايما لما بيروح يشتري الجرايد كان يجيب لي الموسوعات، موسوعة سنة كذا، موسوعة مش عارفة ايه، كان الحاجات دي كان دايما بيجيبها لي. فبدأت اللي هو واحدة واحدة، برغم ان الكتب كانت بتبقى اكبر من سني بكتير جدا، بس كنت حاسة بقيمتها، كنت بفرح لما بيجيبها لي. فحسيت الموضوع كل مدى لما بكبر وهو متوارث. يعني انا اهلي بيحبوا القراية جدا، فانا طلعت بحب القراية. فخطوه في خطوه بدات، اللي هو بدل ما كان جدي بيشتري لي وهو اللي بيشجعني ان انا اقرا، بدات انا اجيب الكتب، بدات انا اكتشف عالم الكتب، بدات ان انا احبها، بدات لا واحده واحده انا عايزه اكتب. فهو الموضوع بدا تدريجي، بس خلينا نقول ان الاساس بقى هو وراثه. بس كده. هو السؤال شامل كل حاجه عن حياتي: بشتغل ايه، سني كام، اكتر كتاب بحبه، نوعيه الكتب اللي بحب اقراها، بخطط لايه للمستقبل، بخطط ايه في مستقبل القناه. انا عارفه ان عدد الاسئله اللي جات لي مش كتير، بس تقريبا هي شامله اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه، فعشان كده قررت ان انا اختم بالسؤال ده لانه شامل قوي. نبدا باول سؤال، وهو سؤال سني. زي ما قلت لكم في اول فيديو، انا عندي 24 سنه، تميت 24 يوم 13/6. بشتغل ايه لو بتشتغلي؟ انا بشتغل. طب بشتغل ايه؟ فانا ماركتير او كونتنت كريتور، او نقدر نقول ان انا سوشيال ميديا سبيشاليست، شامله حاجات كتير وبعمل حاجات كتير في بعضها كده في مكان واحد، بس تحت مسمى بقى الكونتنت كريتور، الماركتير، سوشيال ميديا سبيشاليست. زي ما تحب تحطني في البوزيشن هتلاقيني موجوده. واي حاجه خاصه بالكتابه دايما هتلاقيني انا محطوطه فيها، اكتبي سكريبتات، الكوبي رايت، الكونتنت، اي كان انا موجوده. بشتغل في ده. انا ليا شغل خارجي غير شغلي هنا على التشانل او شغلي الخاص بالسوشيال ميديا. اكتر كتاب بتحبيه؟ خلينا عارفين ان انا اكتر كتاب بحبه مش هتلاقي دايما
كل فتره بطلع بكتاب كده واقول لك حرفيا الكتاب ده من احلى الكتب اللي انا قراتها. يعني في مجموعه كتب من اول ما بدات اقرا اقول لك دي مجموعه كتب انا بحبها، لكن كتاب وحيد انا بحبه بيبقى صعب، لان مفيش كتاب بيبقى شامل كل افكارك وطموحاتك ومشاعرك وكل التفاصيل اللي انت محتاج تقراها. كل كتاب بيبقى فيه حاجه معينه انت كنت محتاجها، سواء كان روايه او كتاب تطوير ذات او علم نفس او اي كان نوعيه الكتاب اللي انت بتقراه. فخلينا عارفين ان انا احدد لكم عمل واحد صعب قوي. طيب ايه يا مريم اكتر نوعيه كتب بتحبيها؟ خلينا عارفين ان انا دايما ما بين كتب تطوير الذات وما بين الروايات. طب الروايات اللي بحبها ايه؟ انا ما بعرفش اقرا رعب، يعني ما جربتش اقرا رعب، ولو جربت اظن ما كملتش بعد الصفحتين. دايما بميل للروايات الواقعيه او اللي بتناقش مشاكل اجتماعيه. اكتر من كده بيبقى الموضوع معايا لا، انا مش عارفه. او الاجتماعي الساخر بقى اللي هو تحس كوميديا كده اهو في وسط الاجتماعيه، ببقى انا حابه الموضوع ده. او الروايات الرومانسيه هتلاقوني دايما ما بين اجتماعي رومانسي ساخر. بس نيجي للكتب فهتلاقوني دايما في كتب تطوير الذات، علم النفس، بميل دايما للحاجات دي، بس مش دايما بقراها. لازم دايما افصل ما بين تطوير الذات والروايات عشان ما ملش، لان الكتب تطوير الذات بتبقى تقيله شويه بتاخد فتره عبال ما بتخلص، فبالتالي لازم انوع ما بين الروايه وما بين تطوير الذات عشان ما يحصليش بلوك. بخطط ايه لمستقبل القناه؟ خلونا عارفين انا اول ما بدات القناه كنت حاسه ان انا لازم اتكلم معاكم في مواضيع عامه، لازم افيدكم بخبرتي في الحياه. بس اكتشفت ان مهما كانت خبرتي في الحياه او مهما كان عدد المواقف اللي انا بتعرض ليها في حياتي، فهيجي وقت مش هيبقى عندي مواقف، مش هيجي وقت ومش هيبقى في حاجه اقولها لكم. فانا ليه احصر نفسي في ده؟ فبدات ادور على حاجه تانية انا بحبها، وما لقيتش حاجه بحبها اكتر من الكتب والروايات. عالم كبير وعالم واسع، ويمكن نسبه الناس اللي فيه او بتتكلم عنه قليل، وكل مادة بيقل اكتر. فليه ما رجعش تاني الثقافه بشكل عام؟ ليه ما رجعش حب الناس للقرايه والكتب، وبالاخص الجيل الجديد؟ بتمنى اقدر اعمل ده، وبتمنى ان انا اقدر افيدكم بالاعمال اللي موجوده كويسه، عشان المستقبل اللي جاي هو محتاج انك تبقى عندك ثقافه وعندك وعي. والوعي ما بيبقاش بس من حياتنا ونزولنا الشارع والتعامل مع الناس، احيانا بيحتاج ان انت تطلع على الكتب تبقى ليها قيمه وفيها معلومات من الحياه انت ممكن صعبه تتعرض لها او ممكن ما تتعرضلهاش في حياتك، بس ممكن تاخدها من كتاب تخليك تاخد حذرك لما تنزل على ارض الواقع. اتمنى تكونوا فاهمين حاجه من كلامي العميق ده. فزي ما قلت لكم او زي ما خدتوش بالكم او في وسط رغي ده، اكتر حاجه بخطط ليها في مستقبل القناه ان انا بتمنى يعني استمر على قراءاتي، واستمر دايما في عرض ليكم الكتب والاعمال المفيده فعلا او المسليه تبقى بالنسبه لكم، بالاضافه ان انا اشارككم يعني شويه من سفرياتي وفلوجاتي والاماكن اللي ما بتفتحش غير مره في السنه وهكذا. وبس كده تقريبا انا كده خلصت فقره الاسئله اللي جات لي، وتقريبا برضو انا كده جاوبتكم على كل الاسئله اللي انتم محتاجين تعرفوها عني. لو في اسئله لسه محتاجين تسالوها لي عشان اجاوبكم عليها، فمفيش مانع ان انتم تسيبوها لي في الكومنتات، هبقى حابه ده جدا، وهبقى حابه ان انا اعمل بارت 2 من الفيديو ده واجاوبكم على اسئله اكتر ونتناقش مناقشه اكبر في اكبر. واشوفكم على خير في فيديو جديد او مراجعه جديده. باي باي.